وولادك بقى زهقوا من الأكل بتاع كل يوم؟ تعالي نعمل أكلة المستعجلين، أسرع غدا أو عشاء ممكن تحضريه في أقل من ربع ساعة، وكله بقى في صينية واحدة كده وعلى الفرن على طول. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي. بس يا ريت في الأول كده ما تبخلوش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. في الأول معانا 3 حبات من البطاطس. طبعا ممكن تقدري تزودي كمية البطاطس أو تقلليها على حسب أفراد أسرتك. هناخد البطاطس نقشرها ونقطعها لنص حلقات، يكون حجمها يعني إيه، تكون أتخن بحاجة بسيطة من البطاطس الشيبسي، علشان نضمن إن هي تستوي معانا كويس وتاخد السوا بتاع اللحمة. كده خلاص قطعنا البطاطس وده الحجم اللي احنا عايزينه. هناخد البطاطس نحطها في صينية واسعة، وبعد كده هنجيب 4 حبات من الطماطم. هنقطعهم بقى الحلقات بس يكون سمكها تخين، لأن الطماطم مش بتستحمل السوا وبتستوي بسرعة، فلازم نقطعها الحلقات يكون سمكها تخين شوية. بعد ما قطعنا الطماطم هنحطها مع البطاطس، وكده الخطوة الأولانية جاهزة معانا. هنركنها على جنب، وتعالوا نشوف الخطوة التانية عبارة عن ايه. الخطوة التانية طبعا معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة. اكتر سؤال بيجيلي كمية اللحمة المفرومة دي اكتر من نص كيلو، ده تعمل لها كيلو؟ لا يا بنات، انا مش عارفة ليه بتقولوا كيلو. هي دي يا دوبك بالظبط نص كيلو من اللحمة المفرومة. وبعد كده هنجيب بصلاية يكون حجمها كبير، هنقطعها لقطع صغيرة جدا. بس الافضل ان انت تاخدي البصلة تفرميها ناعم في الكبة، النتيجة هتكون افضل من كده. بعد بقى ما قطعنا البصلة هنبدأ نضيف البصلة على اللحمة المفرومة، وهنضيف عليهم شوية اضافات صغيرة عبارة عن فصين من الثوم المهروسين. وتقدري طبعا ان انت تستغني عن خطوة الثوم المهروس لو انت ما بتحبيش تضيفي الثوم مع اللحمة. بس حقيقي بيدي نكهة حلوة قوي مع اللحمة المفرومة في الاخر. هنظبط بقى الملح وشوية من الفلفل الأسود، وكمان شوية صغيرين من السبع بهارات، وهنضيف معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان ربع معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة. هنقلبهم بقى كويس مع بعض. ورجعت تاني ضفت معلقتين كبار من البقسماط المطحون، ومعلقة كبيرة من الدقيق. وده فايدتهم ان هي او انهم بيخلوا اللحمة ما تكشش معايا لما تدخل الفرن. هنخلطهم بقى مع بعض كويس، وخطوة مهمة جدا لازم تعجنيهم كويس جدا. بس انا هنا حسيت ان اللحمة مع البصل الخليط مش ناعم، فخدت اللحمه حطيتها في الكبه يا دوبك فرمتها مره واحده. انا مش عايزه اللحمه تبقى ناعمه معايا، يا دوبك فرمتها مره واحده، بحيث ان اللحمه تكون معايا في الاخر مش ناعمه، وفي نفس الوقت ما تبقاش او ما يبقاش البصل بيقرمش فيها كده، فاهميني طبعا. كده خلاص ده السمك اللي احنا عايزينه في اللحمه. بعد ما فرمناها وش واحد بس في الكبه، كده خلاص بقت جاهزه معانا. نيجي بقى للخطوة التالتة، ودي الصوص اللي احنا هنسقي بيه المكونات بتاعتنا. وده عبارة عن 3 معالق كبار من الزيت. وانا هنا بصراحة استخدمت زيت الزيتون، بيدي نتيجة افضل. وطبعا تقدري تستخدمي الزيت العادي. ظبطت عليهم شوية من الفلفل الاسود، وكمان شوية صغيرين من الكمون، على شوية صغيرين من الزعتر الناشف. وبدأت كمان اظبط الملح. هضيف دلوقتي عليهم نص معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة. وهقلب بقى المكونات دي كلها، بس هقلبهم بكوباية من المية. هنخلطهم مع بعض، وكده عندنا أسرع صلصة تقدري تعمليها وتظبطي بيها بقية الطريقة. ولو وصلتي معايا بقى لحد دلوقتي، يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، وننزل تحت في الكومنتات نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالوا بقى كده نجيب الخضار اللي احنا كنا جهزناه. هنحط عليه ربع كمية الصوص اللي احنا مجهزينه، ونبدأ بقى نخلطهم مع بعض كويس جدا. عايزة اقولك اسهل طريقة تقدري تعملي بيها الكفتة هي الطريقة دي. الكفتة مع الخضار في صينية واحدة، ويطلع في الاخر جميل جدا. عايزة تستخدميها كوصفة للغدا حلوة، كوصفة للعشاء مش هتقولك لا خالص. تعالوا بقى كمان كده نجيب اللحمة ونبدأ نصبحها، بس هنصبحها بالصوص اللي احنا كنا عاملينه. طبعا بناخد كده بايدينا قطعة من اللحمة، ونبدأ نصبحها بين ايدينا. انا هنا عملتها شكلين، على شكل صوابع، والشكل التاني على شكل دواير صغيرة جدا. طبعا تقدري تعملي الشكل اللي انت عايزاه، بس انا بديلك طريقة وانت تعملي في الاخر اللي انت تحبيه. طبعا مش بحب اكبر الصبع قوي، يا دوبك على القد كده، يعني يا دوبك يكون حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدأ بقى نوزعه بشكل دايرة زي ما انتوا شايفين كده حوالين الصينية. وبعد كده بقى بعد ما وزعت كل كمية الكفتة، طبعا باقي عندي كمية تانية، بدأت اعملها زي ما قلت لكم دواير صغيرة. بجيب قطعة وابدأ اعملها لدايرة صغيرة، وطبعا ببدأ ان انا
أجيب من الصوص وأشكِّل بيه علشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. ما شاء الله سهلة وجميلة وكمان مغرية كده، يعني تشوفيها بعينيكِ كده تحسّي إن أنتِ عايزة تاكلي الصينية كلّها. طبعًا هنا بعد ما خلّصنا كل كمية اللحمة وصبّعناها ما شاء الله، يعني جات لي في الآخر كمية كتيرة وفيرة اقتصادية. اعمليها بالطريقة دي وبجد، بجد دي هتبقى إن شاء الله طريقتِك المعتمدة. جِبت بعد كده فلفل أخضر، وتقدري تستخدمي الفلفل الحراق لو أنتِ عايزاه، اللي هو الفلفل الحامي، وقطّعته لقطع بالشكل ده، وبدأت كده أوزّعه بين صوابع الكفتة. منها بتدّينا طعم حلو، وكمان بيدّيني شكل ومنظر جميل أوي للصينية في الآخر. بُصّوا أنا دايمًا كده أقول إن العين بتاكل قبل الفم، وده طبعًا مثل كلنا بنقوله، علشان كده باحب أضبّط الأكل أوي بحيث إن اللي يشوفه بجد يحب إن هو ياكل ويتمتّع كده ويتذوق بالأكل. شايفين ما شاء الله شكله عامل إزاي؟ بقيت بقى كمية الصوص ده هاخده كده اديله تقليبة، وهبدأ اضيفه على الكفتة لان ده هو اللي هيسوي البطاطس معانا، وكمان هيدي طعم حلو ومميز جدا للكفتة في الاخر. كده خلاص الصينية بقت مظبوطة جدا معانا. جبت بعد كده بقى ورق زبدة وحطيتها كده في مية، وبدأت اغطي بيها الصينية اللي موجودة عندنا. ما عندناش ورق زبدة يا موليلي نستخدم ايه؟ استخدمي اي غطا صينية حطيها ودخليها الفرن. نكون بقى مولعين الفرن على درجة حرارة 180. بناخد الصينية دي بنحطها على الصاج من تحت، خدوا بالكم الصاج من تحت تمام، على درجة حرارة 180. بتاخد معايا من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. تقدري اخر 5 دقايق تشغلي عليها الشوايه بحيث ان هي تاخد لون جميل، او تعملي زيي. قلت بقى طبعا على اما الكفته تستوي معايا في الفرن، قلت اعمل طبق سلطه جميل. فجبت بصلايه قطعتها لحلقات يكون سمكها رفيع جدا جدا جدا، وكمان شويه من الكزبره قطعتهم لقطع صغيره، وكمان جبت بقى طماطمايه بدات اقطعها لحلقات يكون سمكها رفيع جدا. طبعا لو عندك خيار وعايزه تضيفيه ضيفيه، عندك جزر عايزه تبشريه وتضيفيه هيبقى طعمه حلو قوي. بعد كده بقى بدات اعصر عليهم عصير ليمونه بحيث ان هم يدوهم طعم حلو. بدات بقى اظبط شويه من الكمون، على شويه من الفلفل الاسود، على كمان شويه من الملح. وطبعا البصل بيحب السماق، فضفت كده على البصل شويه من السماق. وده طبعا بيتباع عند اي عطار. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت الكمون والفلفل والملح وكمان السماق. هنبدا بقى ندعكهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لك ان دي احلى سلطه تقدري تعمليها جنب المشويات، وخصوصا الكفته. السلطه بقت جاهزه معانا، هنحطها بقى في طبق ونركنها على جنب. وتعالوا بقى علشان نكمل الوصفه بتاعتنا. وطبعا كمان حابه اسالكم سؤال قبل ما ندخل على الكفته، بتتابعوني من انهي بلد؟ يا ريت بس لو تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد في الكومنتات. ما شاء الله بقى الكفته بتاعتنا شايفين شكلها عامل ازاي، مميزه جدا حلوه قوي، واخده لون شوي جميل، واحسن بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره، وعمليه ما بتاخدش اي وقت معانا نهائي. ما شاء الله يا دوبك بس كده بتقطعي الخضار وتحطيه على بعضه، وبتصبعي الكفته وتدخليها الفرن، ما بتاخدش كمان اي وقت معانا في الفرن. جبت طبعا عيش وبدات كده ان انا احطه مع الكفته بحيث ان هو ياخد يعني طعم الكفته. بعد كده حطيت شويه من السلطه، وبعد كده كمان حطيت بقى الكفته على البطاطس. وما شاء الله البطاطس مستويه معانا وفي نفس الوقت مش مهريه خالص. حاجه كده ميكس جميل جدا، تقدري ان انت تعمليها في اي وقت. زي ما قلت لك تنفع كوصفه للغدا او تنفع كوصفه للعشاء. كمان بقى عايزه اسالكم برايكم، الوصفه دي تستحق كام على 10؟ يا ريت طبعا لو تكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. ما شاء الله الكفته حلوه قوي، اتمنى ان انتوا تجربوها على الطريقه دي، وبجد متاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا تقدروا تعملوا جنبها شويه رز حبه وحبه، او تعملوا زيي وتاكلوها بالعيش برضو طعمها مميز وجميل جدا. يلا بقى عايزه لايكات كتير على الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالف هنا وشفا. وما تنسوش يا جماعه اللايكات، وباي باي، مع السلامه.